3 قواعد لو طبقتهم هتخلي البنت مهووسة بيك. القاعدة الأولى، تحسسها إنك لغز بيتحل مش كتاب مفتوح. يعني لما تلاقيها بتسألك بفضول كبير عن حاجة هي شاكة فيها من ناحيتك، اوعى تريحها وترد عليها الرد اللي هي مستنياه، خليها هي اللي فضلها ياكلها وتدور وراك. زي مثلا لو انت قلت لها كلمة حلوة عجبتها وفجأة سألتك بعدها قلتها لكام بنت غيري، هنا فضولها بياكلها فشخ انها تعرف. فساعتها لو عملت فيها الواد الصريح اللي ما بيحبش يحور وقعدت تشرح لها بقى انك ما بتقولش الكلام غير لو حسه، مع الوقت هتبدأ تمل منك لأنها عرفت عنك كل حاجة بسرعة ومن غير مجهود. إنما لما تقولها بهزار قلت لكتير غيرك بس انت اول عبيطة تصدق، ساعتها هي هتتجنن لأنها برضو معرفتش اللي هي عايزة تعرفه. وهو هي فعلا مميزة في عينك ولا انت بتقوله لأي بنت بتكلمها؟ ولما القعدة تخلص هتفضل تفكر فيك طول اليوم لدرجة إنها تدور وراك، لأنك بالنسبة لها بقيت لغز في حياتها عايزة تحل. وقبل ما تفهم كلامي غلط وتبقى محاوراتي كبير قدامها، انا مش بقولك اكدب ولا حور عليها، لا انا بقولك لما تسالك بفضول عن معلومه عايزه تعرفها عنك ما تديهالهاش على الجاهز، خليها هي اللي تدور وراك، ساعتها هتبقى مهووسه بيك. القاعده التانية، ما تردش عليها غير لما تبقى فاضي. بمعنى انها لما تقولك ما تردش عليها متاخر انا بتضايق انك تسمع كلامها على طول، لا خليك زي ما انت مركز في اللي في ايدك. ولما تفضى كلمها لانها في الاساس قالت لك كده بسبب فضولها من ناحيتك. يا ترى ايه اللي مخليه ما ردش عليا لحد دلوقتي؟ ودماغها هتقعد ترميها يمين وشمال انك قاعد مع غيرها وانت اساسا في الجيم مثلا. هتقولي طب ما هي تفتكرني بتاع بناتها وبكرف لها؟ هقول لك لا طبعا، لان كل دي تخيلات من عقلها بسبب فضولها وهي فاهمه كده كويس وهتحب كده لان دي طبيعتنا. والدليل على كلامي ان كلنا ما بنحبش يبقى معانا حاجه رخيصه ومتاحه بسهوله، بنحب الحاجه الصعبه اللي مش سهل نوصل لها. وطبعا لما تحط اولوياتك فوقها عكس بقيه الولاد اللي في حياتها اللي ما بيصدقوا يكلموها هتشوفك اغلى منهم وساعتها هتتهوس بيك اكتر. القاعده الثالثه، ما تقولهاش كلام حلو لما تحاول تطلعه منك. بمعنى انها لما تقول لك حاجه زي مثلا ايه رايك في الصوره دي عشان تقول لها زي القمر، فبتعمل كده عشان تسمع الكلمتين دول منك، وبالتالي مع الوقت مش هتحس بمشاعر لما تقول لها كلمه حلوه لان ما بقاش في عنصر مفاجاه، خلاص هي عارفه امتى هتسمعه منك. انما بقى لما تتهرب من السؤال بتاعها وترمي في النص كلمه حلوه هتلاقي المكان بيغرق فراشات منها لانك بكده فهمتها لها بشكل واضح وصريح. انا لما بقول كلمه حلوه بقولها بمزاجي مش لما بتحاولي تطلعيها مني، وهو ده اللي هي مستنياه، انك تبقى عارف امتى تقول لها كلام حلو من غير ما هي تتوقعه. وصدقني طبيعتنا كده، مفيش احلى من المفاجاه بالنسبه لنا ومفيش اوحش من الروتين المتوقع. فالخلاصه في الكلمتين دول، لو عرفت تلعب على الفضول هتجيب لها صداع ما يضيعهوش بنادول. لو حابب تفهم دماغ اللي حواليك ودماغ البنات وازاي تعدي من الاختبارات اللي بيحطوك فيها كل يوم بشكل واعي او غير واعي، فكتاب لعبة الاختبارات هو الحل. وعلى فكرة الكتاب ده فادني شخصيا، وبمناسبة شهر رمضان فسعر الكتاب هيبقى ب 100 جنيه بدل 200 جنيه. لينك الكتاب في البايو، مستنيك.